إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح: فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، أي يخشى أن تكون القيامة، فنادى المنادي أن صلاة جامعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى صلاة طويلة في صلاتنا، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة والاستغفار والصدقة. معاشر الناس، مضى علينا زمان طويل ولم نرى مثل هذه الآية. نعم، قد يحصل الخسوف وقد يحصل الكسوف، لكن بشكل جزئي. لكننا معاشر الناس نرى أن في مثل هذه الآونة المتأخرة بسبب بعد الناس عن دين ربهم وبسبب الغفلة التي صارت في قلوب الكثير إلا عند من رحم ربه، صار كثير من الناس غافلون. ربما صار بسبب فعال بعض الناس يرى أن هذه الآلات أشياء طبيعية كما يزعمون، أشياء طبيعية. الشمس تأتي وتكون الأرض أو يكون القمر بين الشمس والأرض فيحصل الكسوف، وإذا كانت الأرض بين الشمس والقمر حصل الخسوف، هذا هو سبب. لكن الله جل وعلا جعل هذا السبب نذارة وعلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى: يخوف الله بهما عباده. المقصود من هذه الآيات وإن صار في قلوبنا شيء من عدم الخوف من حصولها، لكنها نذارة. ربما آباءنا الذين كانوا قبلنا ربما كبار السن يستشعرون أن هذا الكسوف وهذا الخسوف لم يكن إلا متباعدا. تجد التباعد ربما ما حصل في زمانهم بين الكسوف والكسوف إلا 20 أو 30 سنة ربما، لكننا نرى أننا في مثل هذه الآونة قد زاد هذا الأمر، زادت الخسوفات وزادت الكسوفات، وهذا معاشر الناس نذير شر. فعلينا معاشر الناس أن نرجع إلى الله جل وعلا، نرجع إلى الله ونستغفره ونتوب إليه، لأن الله جل وعلا يحذرنا ويحذركم الله نفسه. فالله جل وعلا ينزل بالآيات كما قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا
وما نرسل من آيات إلا تخويفا ويخوف الله عباده. يا عبادي فاتقون. فالإنسان منا ينبغي أن يستشعر حاله، كيف أنا مع الله؟ كيف أنا مع الله؟ هل إذا لقيت الله جل وعلا أكون قد فزت أم أن الأمر على خلاف؟ صرنا معاشر الناس في غفلة، اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. غفلة، تجد الرجل منا يقضي الساعات الطويلة فيما لا يعود عليه بنفع، فإذا قيل له التقم كتاب الله أو اجلس سبح أو صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجده يتمنن وتجده يستغفر وتجد الأمر كأنه قيل له تعال نذبحه. يا أخي اعلم أن في ذكر الله جل وعلا اطمئنان للقلوب، واعلم أن في ذكر الله جل وعلا سلامة للصدر، واعلم أن ذكر الله جل وعلا يجلب السعادة. فإن كنت أيها الشاب تظن أنك بتلك الألعاب التي تلعبها أو بتلك الغفلة التي تغفلها أنك بذلك تطلب شيئا من السعد، فأنت واهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح: ما من قوم يجلسون مجلسا إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. لا تجلس مجلس ما تذكر الله جل وعلا فيه إلا ستأتي يوم القيامة تندم وتقول ليتني ذكرت الله جل وعلا في مجلس هذا. انظروا معاشر الناس، خطبنا الخطبة الماضية في التوقيت والمحافظة على الوقت والزمان والعمر، فإذا بكثير من الناس لا يهتمون بأعمالهم، وكثير من الناس ربما تجده يقول لصاحبه: تعال نضيع الوقت. فيا أيها المسلم اعلم أن وقتك هذا عمره، وأقسم بالله العظيم لو قيل لأهل القبور ما تتمنون كما قال ذلك جمع من السلف منهم ابن القيم وابن الجوزي، لو قيل لأصحاب القبور ما تتمنون لقالوا نتمنى يوما من رمضان. وهكذا يقول الله جل وعلا، وهناك آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. فيا أيها الناس ارجعوا إلى الله جل وعلا، ارجعوا إلى الله وحاسبوا أنفسكم على تلك الأعمار وتلك الأوقات التي تذهب بغير فائدة يذهب عليك عمرك ساعة بعد ساعة ويوم بعد يوم، وأنت لم تحقق لنفسك ما ترفع في رأسك عند الله جل وعلا يوم أن يدنيك الله جل وعلا منه فيذكرك: عبدي أتذكر يوم كذا وتذكر يوم كذا وتذكر ساعة كذا، حتى تظن أنك هالك، لكن رحمة الله جل وعلا بك سابقة. فاعمل إلى الله جل وعلا وارجع إليه سبحانه، فإنك إن رجعت إلى الله الرجوع الصحيح رفعك وحباك وغناك وجعلك في منزل عظيم تلقى الله جل وعلا وهو عنك راض. معاشر الناس، في مثل هذا الوقت ينبغي علينا أن نكثر من الاستغفار، وينبغي علينا لمن استطاع أن يتصدق فليتصدق ولو ببصرات. فقد كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم يحرصون على أن لا يمر عليهم يوم إلا وهم يتصدقون، ولو لم يجد الواحد منهم إلا أن يتصدق ببصرة يفعل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الهداة المهتدين لا من الضالين ولا المضلين. نسأل الله أن يغفر لنا ما تقدم وما تأخر، نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا، نسأل الله جل وعلا أن يوسع مدخلنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمعلمين ولمشايخنا
إن ربنا سميع الدعاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.